السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم مزيانه؟ كتعاودوا كلشي مزيان؟ اليوم نشارك معكم واحد الكيكه ديال التفاح كتجي زوينه. البنات تسمحوا لي راه تمسح لي المقطع اللي صورت فيه المقادير كاملين. طاح لي التليفون البنات، عرفتي يحفظني الله ما طاح لي في الماء. عندي البنات في الاول درت المهم غنوريكم هاد المقادير اللي درت اللي بقى ليا دابا. عندي هنايا 3 الخمارات ومعلقه ديال الخل وكاس ديال الليمون وكاس ديال الزيت ما عامرش، واحد الياغورت ديال الفاني. وهنايا البنات الدقيق ما عبرتوش، الدقيق على حسب الخليط. صافي البنات، هنايا وريتكم 2 تفاحات، غنقي وحده فيهم غنزوق بها. وهنايا البنات في المونينيكس، هنا فين تقطع ليا المقطع البنات، درت 3 البيضات، كاس ديال سنيده وقبيصه ديال الملحه وفانيا وطربت كلشي. هنا البنات راه تقطع ليا التصوير تا ساليت، عاد عاودت كلشي. صافي البنات، هنايا غنعاود نطحن هذاك البيض والسنيده وقبيصه ديال الملحه وفانيا، غنطحنهم مزيان البنات تا يولي داك الخليط كريمي. صافي البنات، من بعد ما طحنت غنزيد كاس ديال الزيت، هانتوما كتشوفوا كاس مع عامرش ديال الزيت، غنطحن هاد المكونات كاملين في المونينيكس. ولا اللي بغات تخدم غا بالطراب اليدوي راه غتخدم به. صافي البنات، هنايا من بعد ما طحنت الخليط ديالي، هانتوما كتشوفوا بيض وخاتر، غتبقاو تطربوا تيبان لكم الخليط ديالكم خاتر ولا كريمي. صافي هنايا خويت كلشي في البانيو، غنزيد كاس ديال الليمون، هانتوما البنات كاس عامر ديال الليمون. صافي غنخلط مزيان هذاك الكاس ديال الليمون، وغنزيد واحد الياغورت ديال الفاني. صافي وغنخلط داك الياغورت حتى هو مع المكونات. صافي البنات، هانتوما كتشوفوا خلطت داك الياغورت وغنزيد الدقيق. دابا الدقيق اللي عندي انا غربلته. صافي وغنبقى نخلط نشوف القوام هو هذاك. صافي وغنحبس. صافي هانتوما كنزيد بالمعلقه، ما تخويوش الدقيق بخطره باش ما تجيكمش الكيكه ديالكم ثقيله. هانتوما كتشوفوا خلطوا الدقيق مزيان، قد ما خلطتو راه كتجي الكيكه ديالكم فشفشه وكتجي زوينه. صافي هنايا درت هذاك الدقيق كامل اللي عندي، وغنخلط المكونات كاملين. صافي البنات، هنايا سالا ليا الدقيق زدت واحد شويه اخر غربلته. نتوما كتشوفوا غندير واحد المعلقه، ندير مع الخمارات ونغربلهم. 3 الخمارات. عندي البنات 2 خمارات ووحده اللي شاطت ليا داك النهار اللي درت معكم المسمن، بقى فيها واحد شويه درتها. هنايا عندي 2 خمارات ونص. صافي البنات، هنايا خلطت كلشي، درت هذوك الخمارات حتى هما غربلتهم.
صافي البنات، هانتوما كتشوفوا القوام ديال الكيكه كيفاش جا. هانتوما البنات كتهزوا الخليط وتكتبوا رقم 8 الا بان لكم الخليط ديالكم ما كيتقطعش. صافي البنات، عرفوا راه القوام هو هذاك. وغنزيد واحد المعلقه ديال الخل. صافي البنات، وغنخلط هذاك الخل ديالي اللي زدت. صافي، وغندير هادشي، غنخوي الخليط في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي البنات، هنايا شعلت الفران من قبل وغنخوي الخليط ديالي في المول. صافي البنات، خويت الخليط ديالي في المول وغندوز نقطع هاد التفاحه اللي غنزوق بها. صافي البنات، هنايا غنقي هذيك التفاحه اللي عندي، غنقطعها البنات طرونش صغيورين ورقاق. رقوهم البنات مزيان باش ما يهبطوش لكم لتحت ويخسروا لكم الكيكه، باش يبقاو فوق الكيكه ويعطيو ديكور زوين. هانتوما البنات، غنقطع التفاحه كامله. هانتوما البنات، كنوريكم كيفاش خصو يكون التفاح، خصو يكون رقيق. صافي البنات، هانتوما كتشوفوا. صافي، من بعد ما قطعت هذيك التفاحه كامله غندوز نعصر عليها واحد شويه ديال الحامض باش ما تكحلش لينا. صافي، انا خلطت هذاك الحامض مع التفاح باش ما يكحلش. صافي، وغندوز نزوق به الكيكه ديالي. بقات لي هذيك التفاحه ما درتهاش، كان يصحاب ليا غندير جوج، هاد الساعه وحده كافيه حيت كبار. صافي، هنايا غندوز باغ الكيكه ديالي راه باقا خضره وغنحط فوق منها التفاح. هانتوما كتشوفوا رققناه باش ما يهبطش لينا لتحت ويبقى وما يبانش لينا في الكيكه. هانتوما كتشوفوا، ذوقوا بهذه الطريقه وجربوا هاد الكيكه البنات، راه كتجي زوينه والوليدات كيعجبهم التفاح يكون معسل في الكيكه. صافي، هانتوما كتشوفوا غنزوق الكيكه ديالي كامله. صافي، من هنايا ملي كتبغيو تزوقوا راه غديروا الشكل اللي بغيتو، بغيتو ديروا ورده، بغيتو ديروا الطريقه اللي درت انا. المهم كله كيفاش كيبغي يزوق. صافي، هانتوما كتشوفوا من بعد ما زوقتها كامله
صافي هنايا نتوما كتشوفوا غنكمل الزواق كامل، وغنكمل هذيك التفاحه كامله اللي عندي. سمحوا لي البنات، ولدي كيصدع، انا كيخليني حتى كنبغي ندير مونتاج الفيديو كيبقى يبكي. صافي هنايا البنات غندخلها الفران طيب. وهنايا انا راه كنت شاعله الفران قبل. ملي غندخلوا الكيكه الفران غنقصوا عليه. صافي هانتوما كتشوفوا من بعد ما طابت الكيكه ديالي، شوفوا ما شاء الله منفوخه وزوينه طالعه، وكنخشي فيها هذا الموس كيخرج ليا الموس ناشف، كنعرف الكيكه ديالي راه طابت من الداخل. هانتوما كنوريكم كيفاش كتجي. صافي وهنايا اللي عندها الناباج غتزوق به، اللي عندها الكراميل. انا هنايا عندي غير العسل هو اللي غنزوق به هذاك التفاح باش يعطي اللمعان ويعطي اللون زوين. صافي وهنايا الزواق كيبقى اختياري، اللي بغى يزوقها بالكوك، اللي بغى يزوقها باللوز داك المهرمش، واللي بغى يزوقها بكاوكاو كونكاسي، والمهم كله الزواق كيبقى على حسب اختيار. صافي هنايا انا دهنتها بالعسل. هانتوما كتشوفوا البنات هاد الكيكه غنديها الربيع، غنخرج انا وليداتي وراجلي غنمشيو الربيع، حيت شحال هادي وانا كنقول لهم غنديكم الربيع وما كنمشيش. صافي وها نتوما كتشوفوا الكيكه ديالي من بعد ما زوقتها غندير لها شويه ديال الكوك من الفوق. هانتوما كتشوفوا جربوها البنات هاد الكيكه والله حتى خطيره وكتجي زوينه. صافي البنات الفيديو ديال الربيع راه ما غنشاركوش معكم حتى الغدا، حيت اليوم شاركت معكم هذا الفيديو ديال الكيكه. سمحوا لي البنات الصداع. صافي وغندير ليها الشكلاط، غنزوقها بالشكلاط. هذاك الشكلاط البنات كناخذوه من المحل، فايت وريته لكم البنات، قلت لكم راه كناخذوه من المحل ديال 5 دراهم وغتزوقوا به. هانتوما راه هاد الكيكه كتوجد بالزربه. صافي وهانتوما كتشوفوا كنزوقها كما قلت لكم، راه الزواق كيبقى على حساب الاختيار. صافي البنات وهانتوما كتشوفوا الكيكه ديالي كيفاش جات. بسلامه عليكم البنات، الفيديو الجاي نتمنىكم تدخلوا عندي القناه ديالي وتشتركوا عندي وما تبخلوش عليا باللايك واشتراك. اللي دخلت عندي الا شافت القناه ديالي كتستحق تشترك عندي وتشجعوني البنات، الله يسهل عليكم. صافي البنات غنخليكم مع الكيكه، تشوفوا البنات كيفاش جات رطبه وهشيشه وزوينه خفيفه البنات، كتذوب في الفم بالزربه كطيب. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.